يختي يا مرار يمه، يا حزن الحزن يا خي، والله يا خي جابوا البوتجاز ونسي الانبوبه، والانبوبه خلصت على البوتجاز. يختي وغير شقت براسي، ده الانبوبه خلصت على بوتجازي. يبي يا زمنك المربرب يا خي، يا حزن الحزن يا خي، ولا وقلعت الشاشة وقعدت براسي، ده الانبوبة خلصت على بوتجازي، ولا وقعدت بشراسي، والانبوبة خلصت على بوتجازي. يا مصطفى هي بتعدد ايه من متلك يا قطعهم؟ يا ماكل عليك، انت ما شفتش اللي حصل النهارده؟ ايه اللي حصل؟ قل لي يا مر يا خي، ده انا هحكي لك. احكي ما انت تقعد جنب الحريمان يا ابوي طابقين عليك. ها يا ابوي جايب، تاجي تفر لي هنا. يا ابوي جايب لك خبر ب1,000,000 جنيه. خير ان شاء الله. النهارده امبارح خيك انا بعد ما مشيت من عندك بعد صلاه العشاء، ورحت خيك هنا رحت بيتي اريح. رحت ريح. خبطوا على بابي قالوا والنبي يا شيخ انت معزوم بكره في كد كتاب عمك ابو شليده. ابو شليده اللي جنبينا. ايوه عارفه. فقلت طيب حاضر يا عمي تمم لهم على خير. ورحت يا عم مصطفى في لحظه العصريه ولقيت لك قال بيكتب بالكتاب. انت ما شفتش اللي حصل؟ يا مريض ايه اللي حصل؟ قول لي. جابوا القايمه قلدوها زي كده. قالوا خلاط وفرن مي كوريا وفرن بوتجاز ومش عارف ايه وحاجات يعني ليش العروسه. حياة العروسه كلها يعني. عارف وقفوا عليه والعقد قامت على الانبوبه. على الانبوبه؟ طبعا ابو العروسه مش عايز يعبي الانبوبه، يعني جاب ما هاش عليه يعبيها. لا طبعا ابو العريس قال له حلفت ما عليك حلفان لا تعبي الانبوبه انت. طبعا يا عم مصطفى قامت العقد، ده يشبط من هنا وده يشبط من هنا، وانت عارف عاد انا لي خير في الليل يعني. ايوه اكيد عبيتها انت. انا قلبي حاسس. مش عبيتها يا عم مصطفى. امال ايه؟ هديت النار انا، انت عارف ان انا ما احضر خير. عمرك في حياتك انا بوزع على حد؟ لا يا ابوي طبعا منك. طبعا انا وقفت عاد فيها 7 رجال كلهم محاسبه هنا. كيف تقول ما تعبيش الانبوبه انت؟ ازاي يعني؟ هو العريس ده قليل ولا ابو العريس قليل؟ المهم راح ابو العريس قال اعتبره قليل. قامت العقد يا عم مصطفى وضربوا لهم 3 4 منهم. 3 4 وقع عشان انبوبه. وانت قاعد. وكان فيهم يا عم مصطفى العروسه اتطلقت. ما انا عارفك محرات خير. تقعد جنب الحريمات ويدوك واحده في الوريد تروح تيجي هناك. يعني على كده يا عم مصطفى فتنت؟ لا برضو ده انت صلحتها انت وبركه فيك. يعني على كده خربت الجوازه؟ انا من ده لهم واحد خرابه.